انت مين يا عم وبتعمل ايه بالظبط؟ والكلام اللي بتقوله كل مره ده جايبه منين؟ يعني ايه كل واحد سمع له كلمتين ما نعرفش جايبهم من فين يمسك الحديده وهاتك يا هبد ويلخبط لنا المعلومتين اللي في دماغنا بيهم. ايوه انا عارفك قفشتك، عمال تقول بدو وعربان ومعيز ونازل طول الوقت تلقيح كلام على كفار قريش. ده كلام الملاحده والكمايته بتوع الانسان اصله كلب البحر. سكنت امه خسيت. انا اسف اني دخلت عليكم باول حلقتين كده من غير ما اعرفكم بنفسي. انا محمود مالك، مرشد سياحي ومترجم لغه صينيه بيفكر بالصيني. من 2008. من 2008 وانا بحكي تاريخ بلدي بالعربي وبالصيني، حكواتي يعني. مش معايا دكتوراه ولا حتى باحث ماجستير. من صغري ما كنتش ببلع الكلام الخايب اللي مليان عقد نقص واللي كاتباه وبتقوله وبتلقحوا علينا ناس على قد ما ربنا اداهم فلوس وجاز وبقوا عايشين في قصور وربنا فتحها عليهم وبقوا يلبسوا شباشب في رجليهم، على قد ما هم مش قادرين يبطلوا يحسسوا على البطحه اللي فوق دماغهم. مش عارفين يشيلوا مصر والمصريين من راسهم. قالوا علينا شعب فرعون، شعب عاش الملك مات الملك، شعب بيسقف للي سيفه بيلمع اكتر، شعب بيطاطي للي صوت فرقعت كرباجه اعلى، وشوارع المحروسه اللي متزينه بقصور وبيوت ومدارس وجوامع ومساجد بيحكي ويتحاكى عنها العالم لغايه النهارده. فلوسها جت منين؟ ما هو ما تقنعنيش ان محتل داخل كرهك شايفك فلاح درجة تانية على وسط ناسك وأهلك زنار بيعلمك بيه عن غيرك، هيحبك ويبني لك من ورث أمه جامع وبيت وحمام وسور. وبعدين كل مرة يدخل علينا محتل جديد تلاقيهم كاتبين في متن كتب تاريخك إنك أنت اللي دلته على الطريق وأنت اللي ساعدته يهزم اللي كان طابع على نفسك قبله. يعني للدرجة دي كنا أغبياء وخونة؟ ما كانش فينا ولا راجل واحد بس ولا ست جدعة بيقول لا غوروا من هنا وسيبوا لنا بلدنا. انا مش مؤرخ بس التاريخ استفزني فقررت انكش. عارف لما يبقى عندك ميعاد ومتاخر وبتدور باستعجال في درج الشرابات ومش لاقي فردة الشراب البني اللي لسه شاريها من يومين، وتقعد تتخانق وتزعق معاهم في البيت، تلاقي الحاجه عينيها في عينك وبتقول لك طب ولو جبتها لك؟ طيب لو اجيت لقيته. وفعلا تيجي تطلعها لك وهي مغمضه وتكتشف انها كانت قصاد عينيك بس انت ما شفتهاش. انا بقى في نكش تاريخي هعمل كده بالظبط. هنطلع مع بعض المعلومه من قلب كتاب التاريخ اللي اسمه ملطوع في تتر نهايه الافلام والمسلسلات والبرامج الخايبه اللي بتحكي لك تاريخك متمنتج كله قلوب ودباديب. يعني مش هخترع العجله ولا هقص كلام من بوستات خايبه. ماشي يا سيدي، ونكشك ده جايبه من كتب عليها ختم، يعني بجيب الحدوته زي ما كتبها صنايعية رد التاريخ على البارد، وبدور في كتابات مؤرخين كانوا واخدين اتجاه سياسي معارض في وقت حدوث النكشه اللي بحكي لكم عنها. وبعد كده بروح على نسخه الويندوز الاصليه بتاعت البلد دي، تاريخ البطاركه والكنيسه المصريه. وبعد كده ببدا اسكرول في برديات ووثائق قديمه في ثلاجات حفظ موتى مش كتير سمع عنها من زمن الزمن. وبعد كل المخماضه دي مش بختار غير الحواديت اللي اتكررت في الثلاث مصادر دول، احط الحكايه برواياتها الثلاثه اللي معظم الوقت بيكون طرف يا اما سقط يا اما زود كلمه او اتنين بسبب توجه او انتماء سياسي او ديني، تكمل الصوره وتطلع النكشه. واكتشف ان المفروض نكون عارفينه كان حماده تاني خالص. طب وايه لازمه النكش؟ تخيل كده معايا، وده مش خيال علمي على فكره. ابنك يجي يسألك ويقول لك يا بابا أنا شفت فيديو على اليوتيوب لحد بيقول إن المسلم اللي عايش في بلد مش بتطبق شرع الله يجوز عليه القتل، وبيقول إن شيوخ الإسلام زمان هم اللي قالوا كده. هتجاوبه إزاي؟ هتزعق له وتقول له سيبك من الناس دي وياك تسمع الكلام ده تاني؟ هتاخد منه التليفون؟ مش هتدفع اشتراك الانترنت؟ طب ما يقابلهم في المدرسة ويقعد هو واصحابه يتفرجوا عليه تاني وتالت. انا سمعتك، هعمل ايه بقى؟ لما هتنكش في وسط المستخبي في قلب كتاب التاريخ هتلاقي ان في سبتمبر 1260 ميلادي واحنا بنتفرج على التتار وهم عاملين من جتت اهل الشام حفله باربيكيو، كان في تفصيله كده، تفصيله سقطها اللي كتب فيلم عن سلامه الاعمى وهو بيدور على محمود وجهاد في شوارع مساكن شيراتون، وهي ان التتار كان في بين صفوفهم مسلمين دخلوا الشام وهم بيكبروا ويهللوا ويقولوا الله اكبر. وظهر سؤال تخين جدا، هو احنا ينفع نحارب ناس مسلمين زينا؟ الناس اتلخبطت والعمم اتزنقت والناس قاعدين مستنيين حد يفهمهم هم دول كده اعداء
ولا ايه؟ وهنا يظهر الشيخ العز بن عبد السلام بفتوى عبقرية ذكية شرعية بس ظرفية جدا. قال لك طالما التتار جايين يقتلونا حتى لو بيظهروا الإسلام نحاربهم ونقتلهم طبعا، مش لأنهم كفار، لأنهم غزاة. نعدي 50 سنة كمان يظهر الرجل الطيب ابن تيمية. ابن تيمية ما كانش موجود ساعة العركية ولا شاف التتار وهم بيشربوا دم في مجات ستاربكس، لكن قرأ الفتوى وقرر إنها تنفع لأي حد مش جاي على هواه، فاداها واحدة ومن رضي بحكمهم فهو كافر ولو صلى وصام. ويبدأ يظهر مفهوم لطيف جديد اسمه التكفير بالتحاكم، اللي هو لو مش هترضى تتحكم باللي عاجبني تبقى كافر. نعدي شوية كمان ونروح لسنة 1928 يظهر حسن البنا اللي شاف أمة الإسلام بتكح تراب والاستعمار بينهش في كل حتة في البلد، فقال إن الحل هو إننا نرجع الإسلام السياسي، واللي مش عايز نشوف له حل تاني غالبا مش هيعجبه. وبعده يجي سيد قطب بكارت معالم في الطريق ويقول احنا في جاهلية والمسلم لازم ينعزل ويستعد للمواجهة. يعني لو انت بتاكل كشري مع زمايلك في شركة بتشتغل تحت قوانين مدنية، ألف مبروك، انت في دار كفر يا معلم. ومن هنا الفتوى اللي كانت أصلا بتقول حارب وقاوم أي محتل غازي بقت اقتل أي حد مش بيحكم بشرع ربنا حتى لو بيصلي الجمعة معاك. كل اللي حكيته ده ما اتقالش في فيلم عمو سلامة الأعمى. لما تقعد انت واولادك تسمع حلقات نكش تاريخي ساعتها بس هتقدر تقول بنبره واثقه وصوت متزن لابنك اللي بيقول كده حمار وعارف انه حمار وواثق انك مش هتدور وراه وتكتشف انه حمار. ابنك نفسه اللي كان جاي يسالك عشان فعلا محتاج يفهم خلاص بقى عنده معلومه ثابته هتخليك مش قلقان عليه تاني في الحته دي بالذات، وهيتحول هو نفسه لنكاش جديد بيصلح لزمايله معلومات مهببه بيسقوها للعيال بشكل مسموم ما بين مشاهد الافلام والمسلسلات الخبيثه. النكش هنا امانه، امانه في رقبتك قبل ما تكون في رقبتي، عشان لما تيجي تحكي لابنك بعد سنين ما تبقاش بتعيد نفس الروايه اللي كتبوها عنك مش ليك. انا مش برجع لورا، انا بحاول ابني طريق وسكه تودي لقدام، بس على ارض مش مقلوبه، ارض جدودنا اللي لسه دمهم في طينها ولسه وشوشهم محفوره في وشم مدفون على دراعاتهم وصدورهم. وانت حر تبص ورا وتقول عادي كل ده قديم، يا تطلع تقف مكانهم وتكمل اللي بدأوه.